السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم معايا مره اخرى في حلقه جديده او حصه جديده اللي غنصيب لكم جينواز ان شاء الله. كيف ما كتعرفوا جينواز كتكون خفيف ظريف، ما فيهاش المقادير بزاف، نتوكلوا على بركه الله. عندنا 4 البيضات مع قبيصه ديال الملح، كاس ديال العنبه ديال السكر، وكاس ديال العنبه ديال الدقيق بحال هكا يكون عامر شويه، يكون عامر يعني فايت عامر مزيان، خماره حمراء وساشي فاني. غادي نضربوا هذا الخليط. انا ما بغيتش نضربوا في بالصوص باش ما نصدعكمش، بغيت نضرب البيض مع قبيصه الملح كما قلت لكم. غنضربوا مزيان هو وكاس ديال السكر حتى يضاعف الحجم ديالو مزيان، تقريبا 4 مرات او 3 مرات، المهم يضاعف الحجم ديالو مزيان، يولي الخليط على شكل كريمي. عاد غادي نضيفوا الدقيق المنخول مع خماره. كيف ما كتشوفوا خاصو يكون بهذا القوام هذا بحال شكل كريمي. من بعد ما ضفنا داك الكاس ديال العنبه عامر بالدقيق الفورس منخول 2 المرات حتى 3 كاع الا بديتو، مع خماره احسن يكون الدقيق منخول مزيان. كنضيفو الدقيق بواحد سباتول غير بشويه، نخلطوا الخماره مع الدقيق، نضيفو شيئا فشيئا. حنا كنخلطوهم من تحت الفوق باش ما نهبطوش داك الهواء او داك البيض اللي طلعنا، ما نهبطوش. بهذه الطريقه غادي نكونوا موجدين ديجا المول ديالنا. فاش غنحطوا الجينواز نديرو فيه ورق الزبده، انا كندهنو احتياطا. لا كيف ما كتعرفوا ورق هذاك الكيك الجينواز اللي كتكون بهذا الشكل كتكون رقيقه، ما كطيبش بزاف، ما كتاخذش وقت بزاف، ماكسيموم 10 دقائق او على حسب هي فرن الضوء. حتى في فرن الغاز كنظن ما غاديش تاخذ بزاف. وكيفاش كطيب لا جينواز ديالها وكل وحده والفران ديالها. نحاولوا نديروا طبقه واحده ما يكونش شي غليظ شي رقيق. ندخلوها طيب على درجه حراره 180 درجه، او كما قلت لكم على حسب كل وحده كيفاش كطيب الكيك ديالها او الجينواز ديالها، او على حسب كل وحده والفران ديالها. بالنسبه للحشو ديالنا غنحتاجو نكهه الفراوله والكريم فريش من بعد ما خليناه تبردت مزيان في الفريغو، والكاوكاو بالقشور ديالو، اللوز مقليين ومهرمشين. غادي نضربو دابا الكريم فريش ديالها، غندير معاه واحد شويه د نكهه الفراوله. كيف ما كتشوفوا الكريمه ديالي ها هي وجدتها. الكيك ديالي قطعته بهاد الطريفات الصغيورين بهذا المول. السيرو ديالنا هو جدت فيه شويه الماء وشويه السكر ونكهته بالحامض و هذا الفواكه جافه باش ندير الحشو. بسم الله. نشد المول ديالي باش يشد ليا لافورم، نحاول نسخي غير شوي حيت لا جينواز راه خفيفه. كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. ندير القطعه الثانيه، ندير 4 قطع اللعاب في المجمل العام. نحاول نضغط شوي. على حسب المول شنو هز لينا.
هذا هزيت 3 القطع صغير. نحاول نشدو المول ونضغطو بصبعنا بحال هكا باش نخرجو المول بهاد الطريقه هادي. بهاد الطريقه وندخلو للثلاجه يشدو فراسهم مزيان. عاد نكب الكلاصاج. سمحوا لي ما وريت لكمش من الاول كيفاش خدمتو. المهم كناخذوا كميه من الشوكولات، يعني مهم انا كنخدم يعني ميزاني. المهم دائما تكون كميه الشوكولا البيضاء ضعف الكريم فريش. مثلا درنا 200 غرام ديال الشوكولا الابيض نديرو معاه 100 غرام ديال الكريم فريش نديروه يذوب فوق البوطه. نضيفوا عليه واحد الورقه ديال الجيلاتين بعد ما طلقناها في الماء ونخليوها. انا هذا هو اللي درت هنا، درت الشوكولا الابيض مع الكريم فريش حتى دابو. ضفت ليهم مرقه الجيلاتين بعد ما طلقتها في الماء. غادي نزيدو عليهم نكهه الفراوله ومعلقه صغيره ديال عامره مزيان ديال الجليكوز وملون باش ندير حسب الدرجه ديال اللون ديالي. وبغيتو والملون نتوما لكم اختيار في اي لون بغيتو. بسم الله. كما كتشوفوا الجليكوز كيكون بهذه الطريقه. لحد عندنا الكلاصاج الشوكولا والكريم فريش باقي شويه دافيين نديرو فيها الجليكوز باش يطلق ونضيفو شويه النكهه. رائحه الفراوله يا سلام روعه. الطريقه نخلطو مزيان تيجانس الخليط مع بعضياتو. الكلاصاج ديالنا ها هو واجد، الحلوه ديالنا واجده. نكونوا واجدين في بسيط التقديم في هاد لي كارطون. بسم الله. بهذا الشكل نكبو بشكل دائري. نديرو الكوش الاولى ومن بعد نديرو الكوش الثانيه باش كتغطى مزيان. هذا هو الشكل النهائي الحلوه ديالنا. كنتمنى تعجبكم وديروا لي لايك للفيديو وتشتركوا معايا في الباج ديالي. شكرا وحتى الحصه الجايه ان شاء الله.